السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. صباحكم فل وياسمين، صباحكم معطر بذكر الله. فيديو جديد ويوم جديد، ويلا نبدأ يومنا كده بالصلاة على الرسول وندخل الفيديو ونشوف معايا ايه. معايا النهاردة حاجة حلوة قوي ومسكرة، حاجة كده ترطب على القلب. يلا بينا ندخل الفيديو ونشوف معانا ايه النهاردة. بس يا ريت بقى قبل ما ندخل الفيديو ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان اي فيديو جديد انزله يوصل لكم على طول. اول حاجه خالص بدأت بيها كوبايه واحده من الرز. نزلتها في الحله كده وفضلت اقلب فيها عشان لو فيها اي حاجه كده مش حلوه اشيلها من الرز. خلاص نقينا الرز وضبطناه، نروح بقى كده نقوم جاي عاطيين كده غسلة حلوة، ونملى عليه الحلة، نص الحلة مية أو أكتر من نص الحلة. وبعد كده نروح على طول على البوتاجاز لحد أما حبيت الرز تبقى منفوشة قوي معايا بالشكل اللي انت شايفاه ده. بصي كده، أيوة، أنا عايزة حبيت الرز تبقى منفوشة كده، ما تبقاش بقى معجنة ولا مهرية ولا الكلام ده خالص. أنا عايزة يا دوبك حبيت الرز تبقى منفوشة. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ تاني حاجة هننزل عليها السكر، والسكر ده حسب رغبتك انتي. في ناس بتحبه مش مسكر، بتحبه عادي بشوية، هي كيفها كده، او مثلا التعبانين يعني الله يشفي الجميع يا رب. في ناس بتحبه نص نص، في ناس لو ما كانش مسكر قوي زيادة عن اللزوم ما تحطوش في بقها. فالسكر ده طبعا راحتك انتي. وبعد كده بعد ما احط السكر بقى وافضل اديله تقليبه كده لحد ما السكر يدوب. دلوقتي بقى هنزل كيلو ونص من اللبن. كيلو ونص من اللبن، وهفضل اقلب فيه. تشوفيه كده تقولي ان هو لسه لبن حليب، اول ما يغلي معايا نعمل له بقى تركايه حلوه كده عشان نخليه قشطه. تمام. طب معانا ايه؟ معايا دلوقتي نص كوبايه من اللبن، هنزل عليها 3 معالق كبار من النشا، 3 معالق هرميين كده من النشا. وهبدا اقلب الكلام ده، واول ما اللبن بالرز والسكر يغلي كده معايا هنزل على طول سرسوب كده. مش هكبها مره واحده، لا، سرسوب كده. وبايديا التانية على طول وانا عماله اقلب فيه علشان برضو النشا ما يتكتلش وما يعملش كتل معايا. تمام كده، واحده واحده مع بعض اهو. اللبن دلوقتي تحسيه ان هو لبن حليب عادي، يا دوبك فيه شويه رز. يلا بقى كده ننزل بالنشا ده. نص كوبايه من النشا على 3 معالق كبار هرميين. نص كوبايه من اللبن، معلش، نص كوبايه من اللبن على 3 معالق كبار نشا. نقلبهم حلو قوي 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 قبل ما ننزل بيهم كده على اللبن. وبعد كده ننزل بيهم سرسوب وبرده بالمعلقه كده على طول، ونفضل نقلب فيهم علشان ما يكتلش معايا. لما يوصل للشكل الحلو ده هيبقى تحفه جدا، هتبقي كانك مش بتاكلي رز بلبن، كانك بتاكلي قشطه كده. طيب نعمل ايه كمان بقى؟ هننزل عليهم دلوقتي كيس واحد من الفانيليا. هنفتحه كده وننزله عليه، وعشان ندي كمان طعم اقوى و... وحاجه مقشططه كمان اكتر واكتر. كان معايا دلوقتي نص بوله كده من القشطه، جايباها من وش اللبن عادي. كان عندي لبن وكنت عاوزة أروّبه علشان خاطر أعمل بيه وصفة، كنت عاوزة أعمل بيه معجنات. فعملته كده ففضل إيه، يعني عمل وِش كده قشطة كتير كده. فاخدته منه وسِبته برضه عشان لمّا آجي أعمل رز بلبن. أنا باحب أعمل الحركة دي، بيبقى الرز بلبن بيبقى معاكِ باقول لِك كإنِّك بتاكلي قشطة بالضبط. حاجة كده تحفة بصراحة. بس كده، هو ده الرز بلبن، هي دي طريقته. بعد ما بنعمله بقى كده بنقوم جاي رايحين لامين كل البتاع كل الأطباق اللي عندِك اللي هي بتاعة الكاستر والرز بلبن، الجيلي، أي حاجة عندِك بقى، إن شاء الله حتى بُصّي تعمليها في أطباق stainless، أي حاجة. تمام. جِبت كده لمّيت الأطباق اللي عندي، بُصّي كل طبقين كده من ناحية، وجِبتهم بقى وهننزّل دلوقتي فيهم الرز بلبن، زي ما أنتِ شايفاه كده وهو سخن كده على طول. أيوه كده، هافضل بقى أفضّي فيهم كده. والله العظيم، والله العظيم الرز بلبن كان تحفة. هنشوفه دلوقتي كده مع بعض، مع إنه كان لسه سخن، يعني أنا يا دوبك كده هافضّيه في الأطباق كده وهنشوفه مع بعض. هتشوفوا قوامه عامل إزاي. أنتِ عارفة ده لو قعد ساعة واحدة، يعني ده يقعد ساعة واحدة بس كده، تيجي تاكلي منه كإنِّك باقول لِك كإنِّك بتاكلي قشطة بالضبط. تقيل، تُقل عن ما كنت أنا هاوريه لكم دلوقتي، تُقل وبصراحة تحفة، والطعم مش قادرة أقول لِك. في ناس بتبقى تحط عليه كريم شانتيه، جربته انا مره بس مش عارفه، حسيت انه ما عجبنيش، ما كانش احسن حاجه بصراحه. الكريم شانتيه برضو يعني يا جماعه كل حاجه ولها حاجه، يعني انا والله انا بقولك انا جربته قبل كده بالكريم شانتيه بس ما عجبنيش خالص بصراحه. يعني حسيت ان هو خدني في سكه تانية كده. فانا عايزه احس بطعم الرز بلبن، عايزه احس بطعم الرز بلبن، طعمه ومذاقه كده.
هنبدأ دلوقتي بقى كده نفضي زي ما انتم شايفين كده. بصي بقى، لو عايزة تحطي عليه زبيب وجوز الهند تمام، مش عاوزة خلاص. عايزة تحطيه في اسمهم ايه، اللهم ذكرني يا رب، الطواجن، طواجن صغيرة كده، تحطي فيها برضو وتدخليها الفرن ياخد وش، بيبقى تحفة جدا، بيبقى احلى واحلى كمان. انا جبت كان معايا زبيب وجوز الهند، وهبدأ دلوقتي. بصراحة احنا مش بنحب عليه زبيب وجوز الهند، بس انا قلت ايه يعني، نعمل كام طبق كده تغيير وكده يعني، عشان اللي حابب برضو يحط عليه اهو. انما احنا مش بنحب عليه لا جوز الهند ولا زبيب، بنحب ناكله كده ايه بطبيعته. بس كده بقول لك، والاحلى من كده كمان اعمليه في طواجن، طواجن كده صغيرة، ودخليه الفرن كده تحت الشواية ياخد لون معاك، يبقى تحفة. هنعمل فيديو تاني. رمضان جاي بقى، كل عام وانتم بخير، وهنعمل بقى حلويات كتير وحاجات كتيرة قوي كده مع بعض. هنعمله بقى ان شاء الله. بص عامل ازاي تحفة. هنجيب برضو كده وهنشوف. هعمل معاكم فيديو تاني وهنعمله ان شاء الله، وهنعمله في طواجن كده صغيرة وندخله ايه الفرن. بص قد ايه مقشطط من فوق، من فوق الوش، مع ان يا دوبك لسه انا صباه يعني، يا دوبك لسه حاطاه في الاطباق. بص عامل ازاي، ده ساعة واحدة كده وتيجي تاكليه بقى كأنك بتاكلي قشطة بالظبط. بص الجمال، تحفة. ألف هنا وشفا ليكي مقدما لو هتجربي طريقتي وتعملي الرز بلبن بطريقتي. ويا ريت بقى فيديوهاتي تكون بتعجبك، ويا ريت بقى طريقة النهاردة في الوصفة تكون عجبتك، وبتمنى ان فيديوهاتي تكون بتعجبك. بس كده. يا ريت بقى ما تنسينيش في لايك وشير واشتراك في القناة، وتفعلي الجرس علشان اي حاجة جديدة انزلها توصلك على طول. بحبك في الله. سلام عليكم. بس بقى كفاية كده، قلنا سلام عليكم، مش عايزين نتكلم تاني. مش عايزين نتكلم تاني، سلام.